خطف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأضواء بحضوره في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في خطوة مفاجئة منه لمراقبة نجم الميرانغي إبراهيم دياز. وقالت صحيفة آس الإسبانية إنه من بين 70.092 مشجعا شاهدوا مباراة الريال وسوسيداد كان هناك شخص مميز يجلس على المدرجات، هو المغربي الركراكي الذي جاء إلى العاصمة الإسبانية من أجل مهمة خاصة. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مدرب المغرب ظهر في مدرجات الميريانغي بمهمة واضحة وخاصة، وهي التجسس على إبراهيم دياز صاحب 24 عاما، وذلك من أجل محاولة تقريب وجهات للنظر بين الجانبين لإقناع اللاعب باختيار المغرب. وأضافت الصحيفة أن دياز يحظى باهتمام بالغ من مدرب أسود الأطلس، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى مدرب منتخب إسبانيا دي لا فوينتي الذي لم يبدي أي اهتمام بنجم ريال مدريد، رغم أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى منتخب إسبانيا كبيرة جدا. وأشارت الصحيفة إلى أن أسود الأطلس لديهم الرغبة في أن يكون دياز أحد أفراد كتيبة الفريق المشارك في إفريقيا 2024 التي ستقام في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير.